تعالوا نروح بقى قبل ما نسيبكم لجامعة دمنهور. قبل كده عرضنا على حضراتكم الأمور وصلت إزاي لجامعة دمنهور، واتكلمنا الحلقة اللي فاتت وقلنا نطالب بعزل رئيس الجامعة ونجدد هذا المطلب. المطالبة بعزل رئيس الجامعة يصنع الفوضى داخل الجامعة. بص حضرتك، كان في قرار بخصوص باحثة في كلية الطب البيطري اسمها إيمان المناخلي. معرفش هي على راسها ريشة ولا مين اللي حاطط لها ريشة، هو أكيد طبعا رئيس الجامعة الحالي. اللي حصل من ساعات قليله، ورجعوا حضراتكم لكليه الطب البيطري واسالوا، والموضوع اصبح عام ومشاع يعني. يجي زوج هذه الباحثه باي صفه انا مش عارف، وخلي بالك بقى مين اللي معاه. يجي معاه مدير امن المجمع النظري، ومدير امن المجمع العلمي، ومدير الامن او الامن اللي في الكليه نفسها. دول هيتحركوا من نفسهم؟ يعني دلوقتي اي حد مقدم على دراسات عليا في جامعه دمنهور لو بعتت جوزها، او لو واحد بعت زوجته، معلش يعني برضه هيمشي معاه مدير الامن بتاع المجمع النظري ومدير الامن بتاع المجمع العلمي ومدير امن الكليه او حد من امن الكليه، ويدخلوا معاه كده وراه وهو اللي يمشيهم، يلا نمشي يلا نروح قوموا اقعدوا اقفوا؟ هيحصل الكلام ده؟ طب ليه الباحثه دي؟ ودخلوا عند مكتب بقى عميد الكليه بقى، واوامر وتعليمات، واحنا جايين من رئيس الجامعه. للامانه وان اختلفنا بعض الشيء مع عميد كليه الطب البيطري في هذه الجامعه، الا ان موقفه من هذا الموضوع لابد ان نشيد به، لابد ان نشيد به. وانا كهاني الدباني لا اقبل، وده اتقال في حلقات كتير ومن سنوات، سواء في تعليم عالي او في التعليم قبل الجامعي. انا ضد ان انا اكسر الاستاذ الجامعي امام الطالب حتى لو الاستاذ الجامعي غلطان. انا ضد ان انا اكسر المدرس امام التلميذ. انا ضد ده، اعاقبه وانال منه واقطع رقبته كمان، بس مش قدام تلامذته. انا بكلمكم وانا حد بيدرس في الجامعه، تمام كده؟ الحاجه الثانيه، الموقف ده لو كان حصل مع الهامي نفسه اللي احنا مختلفين معاه، انا كنت هقف في ظهر الهامي، وضد ان انا ادخل له ببادي جاردات حتى لو هم امن اداري مع احترامي يعني، وادخل اقول له اعمل وخلي وسوي. انا ضد ده. فاحنا بنتكلم في معايير يا جماعه. القرار اللي حضراتكم هتشوفوه ده طالع من رئاسه الجامعه واللي مطلعه الهامي. واوعى تقول لي انا ما اعرفش القرار ده طلع ازاي، ده اللي مطلعه عبد الحميد. لحد اللحظه اللي انا بتكلم فيها دي كان ممكن عبد الحميد يلبس الليله، انما بعد المكالمه اللي دارت وجوز الست يطلبك وترد عليه في التليفون وتقول له اديني عميد الكليه، وتقعد تتناقش مع عميد الكليه، والراجل كان بيتكلم معاك احنا مش سامعينكم بس الحوار اللي داير يوضح انت كنت بتقول ايه. يقول لك اللوائح يا معالي الوزير، الموضوع ضد اللائحه يا معالي الوزير، برضه نفذ يا فندم، ده كده غير لائحي، برضه نفذ. يبقى انت اللي بعتهم. هو مين اللي هيحرك مدير الامن الاداري للمجمع النظري وللمجمع العلمي وبتاع الكليه؟ مين يستطيع؟ هل جوز الست دي يستطيع؟ مين واسطته؟ وايا كان واسطته، بص بقى انا هجيبها لك كده يعني زي ما بيقولوا. وهنا كلامي بقى للاجهزه. المره اللي فاتت عرضنا لكم التقرير ده او القرار ده، وقلنا لكم الراجل ده يستوجب العزل. ما عزلتهوش. الراجل ده هيصنع فوضى، صنع الفوضى، صنع الفوضى. دلوقتي بعد اللي حصل في كليه الطب البيطري من هذه الفوضى العارمه، هو ممكن دلوقتي اي باحث بقى فات عليه 5 سنوات ممكن يروح يجيب واسطه ويجي لك ويتنطط عليك بيها، ويجي يؤمر عميد الكليه سواء بقى في بيطري، في علوم، في هندسه، في تجاره، في اداب. ما خلاص بقى، ما احنا هو ايمان المناخ احسن مني. هنا هنعمل ايه؟ وهنا كلامي للاجهزه والاجهزه الامنيه تحديدا. يا ترى اخبارنا ايه؟ الباحثين دول اللي منهم ناس ممكن يكون معاهم تقارير صلاحيه. بالمناسبه ايمان المناخ معهاش تقرير صلاحيه، بتحداك يا الهامي طلع تقرير صلاحيه. هو الهامي هيموت ويخلي كليه الطب البيطري تطلع تقرير صلاحيه علشان يقول لك اهو تقرير صلاحيه جالي وانا طلعت القرار عليه؟ لا، القرار اهو وتاريخه موجود. لو بد ان يكون تقرير الصلاحيه سابق لهذا القرار. ما بص يا الهامي،
ما هو انت مش هتلعب عليا، لا انت ولا اللي جابك. اللي جابك اللي هو مين بقى؟ الناس اللي عملت لك تقارير وقالت عليه حلو وجميل وعليه سكر وهاتوا رئيس جامعه. لا انت ولا هم هتقدروا تلعبوا معايا، واللعبه معايا خطر. واسال عبيد، واسال باسم اللي كان اقوى من عبيد بالمناسبه. ماشي، اسال الناس دي. انت جاي تلعب معايا؟ لا، التقرير اهو. هات لي تقرير صلاحيه بتاريخ سابق لهذا القرار. مش هتلاقي، واتحداك واتحدى جامعه دمنهور برئيسها بنوابها اللي انت جايبهم، واخد بالك، وبمجلسها. مش هتلاقوا تقرير صلاحيه، مفيش. هو بقى هيموت ويطلعوا له تقرير صلاحيه عشان يبعتوا للاجهزه اللي كلمته في التليفون وقالت له كلام لا داعي لذكره، لا داعي لذكره. تمام كده. وبعدين ده انا عايزك تجمد كده، ده التقيل لسه جاي، احنا لسه عملنا حاجه؟ واحنا لسه عملنا حاجه؟ ده اللي جاي تقيل يعني. طيب، هذه الفوضى التي صنعها رئيس الجامعه، هتقول لي هو مين اللي بعت الناس دي؟ لا انا ما بعتش. لا، المكالمه التليفونيه دامغه. ما هو لو انت ما بعتش الناس دي انت ما كنتش رديت عليه. اصل انا ما اعرفش رقم تليفونه. طب عرفت رقم تليفونه تقول له اديني عميد الكليه؟ بص، هي المره دي بقى لبساك لبساك. يعني المره دي هتجيبها يمين هتجيبها شمال، لا لبساك. ومين اللي حرك مدير الامن سواء مجمع نظري او مجمع علمي والامن الكليه؟ مين؟ جاوبونا، احنا عايزين من جامعه دمنهور اجابه. اللي حرك الناس دي مين؟ ومين الواسطه الخاصه بالمناخلي؟ وحتى ايا كان هو مين، هو احنا مع الواسطه دي ممكن ان احنا نرمي بلائحه الجامعه دي وفي البند اللي حضرتك شايفه اللي هو 12 ده عرض الحائط، ان اللي يفوت عليه 5 سنين يعيد المقررات؟ وهو ده اللي قاله عميد الكليه، وده اللي قالته الدراسات العليا في الكليه، وده اللي قاله المشرفين لحد دلوقتي. على فكره كان المشرف عبيد. فين تقرير الصلاحيه؟ مفيش. يطلع لها قرار لوحدها. ما هو بيقول لك احنا ما طلعناش القرار ده، احنا مطلعين قرار للكل. امال القرار ده ايه؟ هات عينك كده، خد في عينك بقى القرار ده، انت مطلعه اهو. طب طلع بيان بقى وقول ان هذا القرار ليس له اساس وغير سليم، واحنا القرار ده لا نعترف بيه ولا نعترف بالكلام اللي قالته الباحثه. الباحثه ماشيه بالقرار ده لكل الباحثين زمايلها برضو، وبتقول لهم انا جالي قرار، انا جالي قرار، وبتطلع لسانها. مين اللي طلع قرار؟ حضرتك اللي مطلع قرار، وحضرتك تتحمل مسؤوليه القرار ده امام الجهات. الجهات بقى عملت ايه من اخر مره احنا عرضنا لهم القرار ده؟ هل حضراتكم خدتوا اجراء؟ طب ليه؟ ليه بقى ما ناخدش احنا قرار؟ ما يعتذر، ما يقدم اعتذار. هو لو قدم اعتذار ايه اللي هيحصل؟ هو لو قدم اعتذار ايه اللي هيحصل؟ تمام. يبقى الراجل ده بيصنع الفوضى يا جماعه، ولو فضل يصنع الفوضى اكتر من كده الجامعه دي هتروح في حته. انا اعتقد ان الجهاز الامني مش حابب ان احنا نوصل لكده، فعشان ما نوصلش لكده اصبح دلوقتي هذا الرجل عبء عليكم انتوا. هذا الرجل وجوده على مكتبه لم يصبح عبء على جامعه دمنهور فقط، لا ده اصبح عبء على الاجهزه. حتى الاجهزه اللي جابته او حد معين يعني في اجهزه معينه جابه، واديكوا شفتوا اللي حصل وتفرقه دلوقتي. تمام. واصبح مكشوف الظهر بعد ما كان له ظهر. كان له ظهر طبعا. تمام كده. والسؤال يا جماعه، ده لصالح مين ان يبقى هذا الوضع؟ لصالح مين ان يظل هذا الرجل اللي بان للجميع وبات من المعلوم بمكان ان هذا الرجل غير كفء؟ مش عيب ان الاجهزه تغلط، العيب ان احنا ما نصلحش الغلط. مش عيب ان الاجهزه تخطئ في تقديرها لاختيار حد في قياده معينه في منصب معين، ولكن الخطا ان احنا لا نصحح هذا الخطا. يا جماعه لازال لديكم فرصه لتصحيح هذا الخطا. لو مش هتعزلوه بقرار عزل، انتوا هاتوه كده على جنب واعتذروه زي هو ما بيعمل مع الموظفين. اللي عايز يشيلهم بيقول له قدم لي اعتذار. كل الاعتذارات اللي حضراتكم شايفينها دي بالطلب بالامر. برضو كنا اتكلمنا عن ناس في كلية التمريض وقلنا ان الناس دي زورت اجازات من خلال التأمين الصحي، واتضح تزوير هذه الشهادات. ويعني جابوا خطاب مثلا من التأمين الصحي بالسيوف في اسكندرية
وقالوا ان هم كانوا بحاله مرضيه تستوجب معها ان هم كانوا في غيبوبه، كانوا ماتوا وصحيوا تاني، ما تفهمش يعني ايه السبب. ما برضه احنا من ضمن مداخل الفساد في البلد هذه الشهادات اللي بتطلع من التامين الصحي. اي موظف بيغيب، اي موظف بيتقاعس، اي موظف بيتدلع، يروح يجيب شهاده من التامين الصحي. والتامين الصحي يعني في بعض الاماكن وهو زي ما شفت حضرتك مفتوح على البحر. فالجامعه، واللي عمل كده راجل ذكي جدا يعني، انا بشكره وبحييه طبعا يعني، بعت للتامين الصحي اللي مذكور قال له الشهاده دي من عندك؟ قال له لا، الشهاده دي ملهاش اصل عندي. فاصبح هنا الكلام انت قدمت لي محرر مزور. احنا بنتكلم على الاختين الحلوين بتوع تمريض اللي اسمائهم هتظهر قدامك على الشاشه دلوقتي. دول بقى مين ومين اللي وراهم؟ دول مفروض يتم فصلهم من الخدمه وفق قانون تنظيم الجامعات ووفق قانون الخدمه المدنيه. عندنا حالات مماثله، في نفس ذات الجامعه. تعال بص حضرتك، اتنين في بيطري. الاول اهو، الراجل ده كان في يعني منهم كانوا ناس في اعارات ومنهم ناس كانوا في اعاره مع زوجاتهم، وكانوا مقدمين اجازه وبتتمد لهم الاجازه، لحد ما مره غلطوا وبعتوا جواب من جامعه امريكيه ان هم استاذ زائر وبيتقاضى راتب. الجامعه اتعاملت معاهم وعملت لهم ايه؟ بص حضرتك، انهاء خدمه، ما سموش عليهم. برغم برضه كان عندهم وسايط بالمناسبه يعني، تمام كده. طب ليه الجامعه بقى بتفرق في هذه الحاله بين الناس بتوع تمريض دول اللي مش عايزين يفصلوهم من الخدمه وفق قانون تنظيم الجامعات الماده 117 ووفق قانون الخدمه المدنيه؟ يا ترى مين واسطتهم؟ وهتفضل الجامعه دي لحد امتى اي حد يجيب واسطه نضرب بالقوانين عرض الحائط؟ مجالس التأديب والعقوبات كانت ايه؟ بص كده، توجيه اللوم: يا أساتذة ومدرسي جامعة دمنهور يلا انقطعوا عن العمل، وأشرف ويح هيديكوا لوم، أو ماجد شعلة يديكوا تنبيه. يا بلاش والله، يا بلاش بجد. ونقول الفوضى بتيجي منين؟ يا جماعة الناس دي هتعمل فوضى في جامعة دمنهور. رئيس الجامعة الحالي مرمي على مكتبه ايضا مذكره جديده بغياب ال الاسمين المذكورين دول برضو هم لاسابيع، وبيقول لك في النهايه انا مش عايز مشاكل. يا مش عايز مشاكل؟ ده عدم مجازات دول وعدم فصلهم وفق القانون هيعمل لك وهيخلق لك مشاكل، لان هيجي لك حالات مماثله ويقولوا لك اشمعنى فلانه وفلانه. رئيس الجامعه ده لازم يكون في مكانه قد مكانه، مش تقول للناس ان القرار اللي انت عامله يمشي على وزير التربية والتعليم. قرار بالغلط، قرار مجلس الجامعة لما يبقى بالغلط يمشي على وزير التربية وزير التعليم العالي؟ ليه يا عم؟ ده وزير التربية وزير التعليم العالي لو فعلا مشي عليه قرار بالغلط ما يستحقش يبقى في مكانه. ولو وافق وقال لك انت ادرى، يبقى راجل ما يستحقش يبقى موجود في مكانه. تقرير من غير تقرير صلاحية او قرار من غير تقرير صلاحية لواحدة عدى عليها اكتر من 10 سنين من غير ما تعيد المقررات، ليه يا عم؟ ده بتتعمل لمين؟ وايه المهانه دي اللي بتحصل في الرسائل العلميه وفي منح الدرجات العلميه اللي فيه طلبه وطلبه حقيقيين بيطلع عينيها علشان يخلص رساله ويسجل ويوصل لمرحله السيمينار وبعد كده يوصل لمرحله المناقشه؟ دي عايزه تاخدها وهي قاعده في بيتها ليه يعني؟ وانتوا اتعودتوا على كده خلاص؟ نرجع تاني بقى لموضوع تمريض والناس اللي ما اتعزلوش لحد دلوقتي. ممكن اسالك ليه لحد النهارده الناس دي في اماكنها ومطلوب ان انتوا تمكنوهم من عملهم؟ ليه الناس دي فوق القانون، فوق قانون الجامعات تنظيم الجامعات وفوق قانون الخدمه المدنيه؟ مين اللي ورا الناس دي؟ مين اللي وراها؟ ولو وراها مين اللي وراها؟ تدوس على القانون عشان وراهم حد ايا كان هو مين. ده لو وراهم حد ايا كان هو مين وبيطلب منك ان انت تبقي عليهم، ده يبقى فاسد ايا كان واسطتهم. هذه واسطة فاسدة، ولا يستحق هذا الرجل أن يكون في منصبه في الدولة، لأن الراجل ده كده خان الدولة، خان الوطن، خان الدستور، خان القانون. قول لنا مين واسطته، قول لي مين، وأنا عندي الشجاعة أطلع أقول فلان الفلاني واسطتها، وعندي الشجاعة إن أنا أروح للجهة بتاعته وأقول لها الراجل بتاعكم بيتدخل وبيعمل كذا 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 في حاجات خارج القانون وضد القانون. أنا بعمل الكلام ده. أنا بعمل الكلام ده، خلي بالك يعني. وبعدين لو انت عايز تقول لي سلطه،
لا، لا سلطه مجلس الجامعه ولا سلطه الوزير اعلى في الدراسات العليا وفي الرسائل العلميه من القسم العلمي. يا استاذ دكتور، القسم العلمي هو صاحب القرار وهو صاحب الكلمه العليا. لا انت ولا مجلسك ولا حتى المجلس الاعلى للجامعات يفرض على قسم علمي حاجه في مناقشه رسائل. هو انت مش لاقي حد بيفهم يرد عليك؟ هي انت مشكلتك يعني ان انت اللي حواليك كلهم يا بيسقفوا لك، واخد بالك، يا بيسمعوا الكلام ويحطوا عينيهم في الارض، وانت عشان مش لاقي حد. وهنا برجع تاني بخاطب الجهات، انتوا لحد امتى ستصمتون على هذه المهازل؟ اهو حالات عرضناها تم فصلها من الخدمه، تمام. وعلى فكره دول ما عملوش تزوير كمان، دول يعني قدموا حاجات بتقول ان هم بياخدوا مرتبات من الجامعه في التفرغ ومرتبات من ناس تانية بتوع بيطري. انما دي ناس ادعت المرض، زورت في محررات رسميه، انقطعت عن العمل سنوات مش ايام. شوفوا بقى كانوا شغالين فين، اعمل تحرياتك كده واعرف كانوا شغالين فين. وسابوا الجامعه ليه؟ ولما خلصت اللي كانوا شغالين فيه قال لك نرجع تاني بقى للسبوبه بتاعتنا او للجامعه اللي هي الحيطه المايله اللي احنا نعرف ان احنا نجيب فيها ورقه وتمشي الدنيا. غيرنا عملها ومشيت معاه، تمام كده. هتفضل انت كده؟ هو في رئيس جامعه يقبل ان تكون جامعته حيطه مايله؟ لا طبعا. انا لو رئيس جامعه، انا جامعتي دي لابد ان تكون في اعلى الاماكن وفي مكانه مرموقه تستحق ان تكون. بايه؟ باليد اللي من حديد، بالقانون، مش بالأنعرة الكدابة. هو طبعا دلوقتي ما بقتش موجودة وبقينا نبان للناس انا متواضع انا متواضع انا متواضع تمام. ادعوا لنا بقى احنا السبب في حتة التواضع اللي انتوا شفتوها دي. تعالى بقى نروح لمجلس الجامعة. تفعيل التبرعات ل... لإنشاء المستشفى الجامعي، والحساب فيه 2 مليون و700 ألف. سؤال بقى، جامعة محتاجة تبني وعندها إنشاءات تصرف على كلية العلوم اللي هي متوضبه وجميله وزي الفل، فانتازيا، كام 20 مليون جنيه عشان نجدد الواجهه ونعمل شويه حاجات، دول اولى بكليه العلوم وواجهه كليه العلوم، ولا كانوا يروحوا لكليه الطب بما شاب عمليه علوم من ملاحظات، بما شابها من ملاحظات ولنا كلام وهنتكلم فيها قريب جدا جدا، تمام. بالمناسبه احنا مش بنعيد اللي احنا قلناه بس عشان محدش يقول لك ده بيعيدوا، لا، احنا في متغير حصل اللي حصل في كليه الطب البيطري، وفي متغير برضو ان في ناس في كليه الطب البيطري برضو تم فصلها لاسباب اقل بكتير من الاسباب اللي اقترفوها الاختين الحلوين بتوع تمريض، تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى، لا عندنا كتير. احنا عندنا لو فتحنا موضوع كليه العلوم هنتكلم فيه باستفاضه، لو فتحنا ملف الابار هنتكلم فيه باستفاضه، لو فتحنا ملفات التحرش اللي تم حفظها ايام عبيد مقابل الابار هيحصل كلام كتير جدا 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 جدا، والدنيا يعني والدنيا هتتقلب. ومعلش، وهنا الكلام هيبقى لبعض الاجهزه، انتوا فين تقاريركم ازاي ما ذكرتوناش واقعه التحرش دي؟ هنا الكلام للاجهزه، خلي بالك. انت ممكن يعني الدنيا تتقلب، بس الاجهزه ممكن لا، انتوا فين واقعه التحرش دي ما جاتش ليه؟ هيطلع حد منهم يقول لك احنا ذكرناها. ما انت ممكن تذكر واقعه التحرش دي في سطر من بين 200 سطر، تمام كده، تعمل تقرير 200 صفحه وتحط لي التحرش ده سطر فيه، واخد بالك. لا، التحرش ده عايز تقرير لوحده ويبقى في صدر التقرير عمليه التحرش اللي تمت والراجل ولي الامر اللي قدم. عندنا كل الكلام ده وعندنا كتير. بس عارف هو الفكره في ايه؟ هو انت يا عم هاني سبت الجامعه؟ هو انت يا عم هاني بعت القضيه؟ لا يا فندم، هم اشتروك، هم سكتوك. بص، لو حد يقدر يشترينا من الكواحيل اللي موجودين، انا ما اعتقدش ان هم ممكن يعرضوا علينا زي ما عبيد عرض ومع ذلك رفضنا. لو حد يقدر يسكتنا من الكواحيل اللي موجودين، ما يجوش 1% من اللي كان عبيد يقدر يعمله وما قدرش. طب انت بتسكت ليه؟ ما هو انا هديك مثال كده خارج السياق. لو الحرامي عرف ان الحته دي فيها كاميرات ومراقباه مش هيسرق، انما لما يعرف ان النور اتقطع والدنيا ضلمه هيدخل ويسرق براحته. فاحنا لازم نسيب المساحه علشان الناس تطمن وتشتغل ونشوفها. اشتغلت كويس خير وبركه، غلطت نقول لها تعالي بقى. واهو احنا دايما تلاقينا مع اي غلطه، على فكره في غلطات كتير حصلت الفتره اللي فاتت، في، بس عارف اللي هو ايه، ما هو يا عم اديله فرصه.
اللي هو دعه يعمل دعه يمر، انما انه بيمر مش عارف يمر، متعثر والعثره بتزيد والفوضى هتزيد بالمنظر ده كده. والله والله وانا احذر من موقعي هذا بفوضى قد تعم هذه الجامعه اذا استمر هذا الرجل بسياساته الحاليه وفي موقعه الحالي. وهنا اللي هيتحمل المسؤوليه الجهات المسؤوله مش هو. تمام كده؟ اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. تعالوا نكمل بقى. مجلس الجامعه بيقول لك الميزانيه بتاعتنا زادت 3 اضعاف وبنشكر ده. في نفس الاجتماع بيقول لك تم سحب 15 مليون لعدم استغلالها. هو انت يعني عارف انت، شوف بقى هنا التناقض بقى. طب لما انت قاعد في مكانك ويتسحب منك 15 مليون ليه يتم استغلالها؟ انت مضاعف الميزانيه ليه؟ ما هي تتسحب منك برضه. يا جماعه عبث بيحدث. في نفس ذات اجتماع مجلس الجامعه الاخير ده اللي كان من ايام بيقول لك ضروره ان احنا نجيب طلبه وافدين ونحسن التعامل معاهم. طبعا الطلبه الوافدين، بس اللي بيحصل في ملف الوافدين هتخلينا نفتحه. تمام. بيقول لك بقى ضروره الرد على الشكاوي اللي بتيجي من البوابه الحكوميه. ضروره؟ انت فاكر دلوقتي ان ضروره؟ هي قبل كده ما كانتش ضروره؟ يعني قبل الاجتماع ده كان الرد على الشكاوي اللي تيجي على البوابه الحكوميه مش ضروره، ودلوقتي بقت ضروره. منع دخول امناء الكليات لان امينه مش عارف ايه وامينه ايه زعقت وعملت فوضى. عارف حاجه عامل كده زي ايه؟ في عربيه عملت حادث وصدمت واحد كان ماشي في الشارع. فاحنا هنعمل ايه؟ احنا الحل نمنع تصنيع السيارات واستيراد السيارات ونمنع ان السيارات تمشي في الشارع. وطبعا جدد التعاون والتعاقد مع شركه الامن وقال لك دي شركه تبع جهه سياديه بالاسناد المباشر. وانا السؤال، الشركه دي تبع الجهات السياديه؟ هو انت عشان محمود يدخل يقول لك الشركه دي تبعنا تبقى خلاص تبعنا؟ خلاص؟ ما تدور على المستفيد وانت تعرف مين المستفيد. وهل الشركه دي حتى لو تبع جهات سياديه، حتى لو تابعه لجهات سياديه، هو لم يشوب عمل هذه الشركه على مدار السنوات السابقه سواء امن او النظافه مخالفات بل مصايب؟ هو انت لا تدري ان الجهاز المركزي للمحاسبات جالك من فتره من كام شهر وفتح الادابير وطلع مستند تم صرفه عده مرات وشركه النظافه ليحيى؟ هو يحيى جهات سياديه؟ يحيى صدقه ده بتاع جهات سياديه؟ هذا يعني بعض من شيء اللي بيحدث في جامعه دمنهور. وعايزين رد من الجامعه، ما هي الصفه القانونيه لزوج حد مقدم في دراسات عليا انه يجي ويتعامل ويدي تعليمات ويمشي معاه الامن بهذه الطريقه. الحاجه الثانيه، الى الان لم يتم فصل المدرستين الخاصين بكليه التمريض. ليه؟ على راسهم ريشه فوق القانونين، قانون تنظيم الجامعات وقانون الخدمه المدنيه. لو هم فوق القانون الجامعه تقول دول فوق القانون عشان واسطتهم واسطه كبيره واحنا ما نقدرش نزعل الواسطه دي. خلاص اعلنوا. وكده انتوا بتفتحوا مجال الفوضى في هذه الجامعه، وانا احذر من سيناريو الفوضى في هذه الجامعه بسبب هذه الممارسات وبسبب هذه القرارات وبسبب هذه التصرفات التي من شأنها ان تكون مشينه في جامعه نريد لها الاستقرار بعد قضايا فساد عديده، ولكن البعض يريد استمرار هذا الفساد سواء في قرارات او في ممارسات. اشوفكم الحلقه الجايه.